شوفوا معايا البنات وجهي هنا كيفاش بدا كيتقشر. هذه يلا سيمانه باش كنت كنديرو نهار لا. والغلط اللي درت كما قلت لكم هو كنفرك وجهي بيدي. ما ديروش بحال هكا. سلام الغزالات، كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد على قناه ديكور هوميك، قناه ديكم. كنتمنى تابوناو عندي في لاشين البنات، عندي بزاف من نتقاسم معاكم، وان شاء الله تكون في ميزان الحسنات. وبغيت غير دعيوه ديال الرحمه ديال الوالدين. هذا ما كان البنات. انا دزت مراحل بزاف وبحثت بزاف واستعملت بزاف ديال المنتوجات باش نتخلص من الكلف. وبغيت نتقاسم معكم هاد التجارب هذه، نوريكم اللي كيفيد واللي بلا ما تخسروا فيه فلوسكم ووقتكم. كنت دويت لكم على واحد المقشر اللي قلت لكم هو اللي هناني من الكلف. وكما معروفه البنات، المقشر كيدار غير في الشتاء. انا درته في العام الفايت، في الشتاء الفايته هذه اللي دازت، وصراحه اعطاني نتيجه خياليه. انا كنت كنظن ان الكلف ما عمر يتحيد ليا، لاني كنشوف بزاف ديال النساء عندهم الكلف ومتعايشين معاه. يعني ما ربما جربوا شي حوايج وما جابوش نتيجه، ربما مشاو للطبيب وما جابتش نتيجه وصافي وخلاوه يستسلموا. ولكن انا كنت مصره انني نعالجو، حيت كنامن بواحد الحاجه، بان الوجه ديالك هو مرآتك، هو كل شيء ديالك. يعني الانسان للاسف كيحكم على المظهر. هذه راه ما نقدروش نتجاهلوا هذه القضيه هذه. الانسان كيحكم على المظهر، وكما قلت لكم البنات الكلف السيده اللي فيها الكلف كيبان وجهها بحال موسخ. تلبسي بغيتي تلبسي وتقادي وهذا ديما تيبان، ولا تمشي للحمام ولا ديري كوماج ولا ديري مكياج، ديما تيبان الوجه موسخ، ديما تيبان الوجه مظلم. ذلك البنات انا كنت مصره انني كنت كنقول انني ضروري كاين علاج، حيت ماما الله يرحمها كانت حتى هي كان فيها وكانت تعالجت منه. وهي تعالجت منه حتى هي بالتقشير، ولكن ماشي التقشير ديال دابا. هي دارت التقشير ديال اللي كانوا كيديروا شحال هادي. درت واحد الوصفه ولكن انا ما قدرتش نديرها، حيت المهم انا خفت. هي الله يرحمها توفات، وملي جاني انا ما صراحه ما قدرتش نزعم نديرها بوحدي وهي ما كايناش. ديك البنات ما بديت كنقلب ودوزت بزاف ديال المنتجات. دوزت كاع اللي يخطر لكم على البال، وان شاء الله غادي نتقاسم معكم هادشي في فيديوهات، نوريكم هذا الكريمات اللي ما تضيعوش فيها فلوسكم، ونوريكم شنو اللي جاب معايا نتيجه. وبطبيعه الحال حتى الوصفات الطبيعيه درتها، كنت كنلقى نتائج. ولكن كما قلت لكم الكلف راه خصو تقشير. راه الا ما كاينش التقشير ما كاين حتى شي حاجه. راه خصك تخلصي من هذيك الطبقه ديال الجلد الميت. حيت عندنا ثلاثه ديال الطبقات ديال الجلد. كاينه الطبقه السطحيه والمتوسطه والعميقه. الكلف بدوره عنده درجات، كاين اللي غير سطحي، وكاين اللي شويه شاد في الطبقه المتوسطه، وكاين اللي مغلغل في العمق ديال البشره ديالنا. هذاك شويه صعيب في العلاج ديالو وكيبغي فترات طويله. البنات انا عندي كلف شويه متوسط. لحسن الحظ انني ما سهيتش عليه بزاف، ولكن جاني بجوج ديال الحملات، يعني الحمل الاول زائد الحمل الثاني زائد لابيلول. ولابيلول هي اللي يعني اثرت عليا بزاف، حيت الحمل الاول كان بدا كيمشي ليا شويه، ولكن ملي بديت كناخذ لابيلول صافي وجهي بدا يظلم بزاف، ودوك البقع بداو كينتشروا. صافي البنات انا بقيت كنقلب حتى طحت في هاد البرودوي هذا اللي كندوي لكم عليه. وكنتمنى تسمعوني مزيان وتتبعوا شنو كنقول لكم، حيت البنات راه الاستعمال الغلط ديالو راه يقدر يسبب لك اكثر. يعني هذا واحد المسار اخر تبقاي تعالجي فيه، هو تحرق لك وجهك وتبقاي تعالجي فيه. هذا البرودوي البنات ما كيدارش في الصيف، ما كيدارش في وقت اخر من غير الوقت ديال الشتاء، ملي يكون الجو بارد. يعني اواخر شهر 10 11 ملي كيبدا شهر سيرتو هذا العام اللي فات راه كان حتى شهر 11 وكانت باقا شويه السخونيه. المهم ملي تحسوا بالجو، راه دابا المناخ تبدل، ملي تحسوا بالجو برد
وما بقاتش الشمس حارقه، ولينا كنلبسوا علينا الحوايج وما بقيتيش كتعراقي، ما بقاش ديك الحراره سواء في الدار ولا في الزنقه، ديك الساعه تقدري تستعمليه كونديسيون. البنات الواقي الشمسي ضروري، البنات من الواقي الشمسي كل ساعتين، كل ساعتين البنات واقي الشمسي. ماشي ضروري تغسلي وجهك، ولا ملي تكونوا كتعالجوا بعدا غير حيدي عليك الفون دو تان، حيدي عليك المساحيق ديال التجميل، حيت ديك الساعه كتحتاجي الحمايه ديال الشمس اكثر من انك كتحتاجي الماكياج. كما قلت لكم ليكرون سولير ديالكم ساعتين لساعتين بلا ما تغسلي، غادي ديري كوش فوق هذيك لاكوش اللي درتي وصافي البنات. وبطبيعه الحال هذا الكاسكات ديالكم ولا الشابو باش تزيدوا تحميو. انا راه ملي كنت كندير حتى الكمامه، حيتاش كنت كنخاف لا يتحرق ليا وجهي. شنو اخر، وحتى في الدار البنات، حتى في الدار ديروا ليكرون، راه واخا يبان لكم نتوما راكم في الدار، ولكن الشمس راه كتدخل من الشراجم، الاشعه فوق بنفسجيه راه كتدخل من السراجم. شنو اخر البنات، ملي تكونوا كتستعملوه ما تمشيوش للحمام. النهار اللي تمشيو للحمام ما ديروهش، النهار اللي تجيو من الحمام ما ديروهش. يعني النهار اللي تكوني ماشي للحمام ديك الليله باش الغد تمشي للحمام ما ديريهش. ديك النهار باش اللي مشيتي فيه للحمام بالليل ما ديريهش، كتكون البشره شويه بالسخونيه وداك الشيء ارتبط، وهذا كتهيج. انا راه مجربه وعارفه اش كنقول لكم. ما ديريش في ديك الليله اللي تمشي فيها للحمام، والنهار ملي تجي حتى هي ما ديريش، ديري غير المرطب ديالك. واحد الحاجه اخرى البنات، ملي تكونوا كديروه ما يمشي الحمام ما ديريش الكيس، ما تستعمليش الخرقه ديال الحمام. وراه البنات ملي كتكونوا كديروه كتبدا تطلع لكم واحد القشره خفيفه. غادي نخلي لكم واحد الصوره كيفاش كان كيتقشر ليا وجهي. ما تفركيش بيديك، حيت ملي كتقشر ملي كتغسليه كتبدي دوزي يدك كتحسي بحال الوسخ كيتبرم في يدك. ما تحاوليش تفركي وجهك بيدك، ما تحاوليش تبقي تنبشي دوك القشيرات هكا بالظفر ديالك ولا شي حاجه. انتر ديال البنات، انتر ديال لانني انا درتها وتهيج ليا وجهي صافي، وقطعت واحد 3 ايام تبرى ليا وجهي، عاد رجعت كملته. شنو اخرى البنات، المرطب بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره دهنيه لا متوسطه بحال لابو ديالي انا، دير المرطب من مورا لابليكاسيون ديالو. يعني ملي ديريه والصباح تغسلي ديري المرطب ديالك، عاد ديري ليكرون. هاد وكما وبالنسبه للبنات اللي عندهم البشره جافه يديروا المرطب قبل المقشر، وملي تغسلي الصباح وجهك ديري المرطب عاد ديري ليكرون. كما قلت لكم البنات، هذا البرودوي هذا انا غنوري لكم، هذا ديال ايزيس فارما غليكوليك ديال الغليكوليك اسيد. هذا البنات فيه 25% ديال لاسيد غليكوليك، راه فيها البنات واحد اخر فيه 12%، وفيه يمكن واحد اخر فيه 10%. المهم فيه 3 فيه هذا على حسب شحال فيه ديال الغليكوليك اسيد. هذا البنات هو القوي، انا كنستعمل هذا لان البشره ديالي دهنيه وكتستحمل هذا التقشير هذا. بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم جافه، كتكون عندهم البشره شويه جافه وكتحسس شويه بحال هكا من الاحماض، من الحامض، من مثلا من الليمون ولا دارت شي وصفه هكا، تاخذ اللي فيه 12%، تاخذ اللي قل من هذا. راه كاين غليكوليك حتى هو فيه 12%. كما قلت لكم البنات، هذا البشره الدهنيه فيه 25%، وبالنسبه للبشره الجافه كاين ديال 12%. واحد الحاجه البنات اخرى، البنات اللي البشره ديالهم حساسه، كتعرف لابو ديالك سونسيبل، ما تستعمليهش عافاك باش انا نخلي دمتي يمشي يجيك شي تحسس ولا، حيت هو البنات راه كيقشر الوجه. هذا راه مقشر، راه ماشي كريم عادي ديال التفتيح، هذا راه كتخلصي من طبقات الجلد الميت، كاع داك الكلف اللي الفوق كيتحيد كيزول.
هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه للغسول انا كنغسل بهذا في الليل، كندير ما كنديرش المرطب اللي هو الاول، كندير هذا ديريكتومون، كنديرو نهار نهار لا. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره ديالهم دهنيه الى متوسطه، ديريه نهار نهار لا. وإلا بالك تحسستي وقفيه واحد النهار اخر وديريه، يعني الا بالك البشره ديالك حمارت مثلا، درتيه اليوم بالليل والصباح صبحات البشره ديالك حمراء، داك النهار والنهار اللي موراه ما ديريهش حتى النهار الثالث. هو جاك هو هذاك ما حمرت ما حتى شي حاجه، ديريه نهار نهار لا. والصباح غسلي بهذا، بغسل بغسول ديالك. انا كنغسل بصيغاف ديال البشره الدهنيه، والمرطب كندير هذا. البشره الدهنيه البنات نورمالمون عندنا مرطبات ديال البشره الدهنيه، ولكن ملي كنديروا هذا راه البشره ديالنا كتولي جافه شي شويه، كنستعملوا واحد المرطب اللي يكون شويه ديال البشره جافه. انا كنستعمل هذا ديال لا روش بوزي، هو انطونس هو ديال البشره الدهنيه، بليطو ديال البشره الجافه كنستعملوا، لانه هذا غادي ينشف لكم البشره. حاجه اخرى البنات، بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم جافه، يديروا كما قلنا اللي فيه 12%، ولكن يديروه نهار يومين لا، نهار يومين لا، باش البنات ما يجيكمش تحسس منه. هو في الاول البنات كيما البشره الدهنيه وكيما البشره الجافه، راه ملي كديريه راه كتحسي بالبشره ديالك كتك، يعني كتقرصك واحد شي شويه. عادي البنات كيحرقك واحد شويه، كيبدا يقرصك صافي، كنبات به عادي، كيقرص شي شويه ولكن زعما تقدري تستحمليه. صافي البنات، صافي كيبدا البشره كتقشر. اون فوا كتكملي لا التوب ديالك الاول، بانت ليك البشره تنقات، تقدري تزيدي تيوب وحده اخرى. بانت ليك بليتو بانت ليك البشره باقا فيها طبايع، تقدري تزيدي تيوب وحده اخرى، اكونديسيون ما تفوتيش شهرين ديال الاستعمال، لان التقشير عندنا شهرين في العام. والبنات راه التقشير ضروري من العام للعام، كنتخلصوا من داك الجلد الميت كنديروا تقشير، سواء بهادو لي برودوي هادو ديال التقشير ديال الكلف، او تقشير خفيف، يعني دي برودوي اللي فيهم هاد لي زاسيد 2% 3%، يعني تقشير خفيف. الا ما كان فيك والو، كانت غير البشره ديالك مضبه شويه، كنوجدوها للصيف، كنديروا دي برودوي خفافين. هادشي اللي كاين البنات. وكما قلت لكم ملي كتكمليه ما تفوتيش شهرين. انا راه تيوب درت التيوب الاولى، التيوب الثانيه ما كملتهاش، هي باقا عندي فيها، باقا فيها عامره. صافي البنات راه تهنيت منه نهائيا، تهنيت عرفتوا البشره ديالي ولات بحال البيبي كترطاب، التجاعيد كينقصوا، ما كيبقاوش فيك دوك الخطوط الرقيقه، الوجه ديالك كيتجبد، كيتحيدوا الطبايع ديال الحبوب، كيتحيدوا سميتهم الكلف والتصبغات، كيحيد حتى دوك النقاط ديال النمش الخفاف، ماشي اللي غامقين بزاف كما كنقولوا الخالات بحال هادو، لا، كيحيد هذوك الخفافين اللي شويه بنيين. ورا البنات غزال. ولكن الغلط انا اللي درت ملي كنت كنستعملو، هو كنت كنستعمل حتى لا بيلول، سكيفي منين كملتو وفرحت بوجهي وحمقني وجهي، بديت تبان ليا عاوتاني كطلع ليا هذه ديك التصبغات على وجهي، وانا نقول حبس المشكل راه عندي في شي حاجه واحده اخرى، في هرمونات ولا شي حاجه. تلقيت بلا لا بيلول هي المشكل، و درت هذا حيدتها، درت وحده خفيفه اللي ما كتسببش تصبغات. وكما قلت لكم البنات، هذا راه ما كيستعملش المناطق الحساسه، هذا ديال لابو وصافي. كاينين برودويات اخرين ديال المناطق الحساسه غنشاركهم معكم. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ديروا جيم او كومونتير البنات، واشتركوا بالقناه، ومرحبا بكم معايا في قناه ديكور هوميك. بسلامه.